السلام عليكم. السلام عليكم. سلام. السلام عليكم. لاباس؟ لاباس عليك؟ الحمد لله. احنا قناة اعلام العار نحبوا ناخذ منك كلمات وندردشوا معك شوي. والله مرحبا بكم وكل شيء، بقى انا تفضلوا مع الدار هنا تفضلوا. عسلامة سامي. عسلامة. يا خويا سامحنا جيناك على غفلة ونحبوا نحكيو معك شوي على معنى الثورة، وانت تتبع في احداث الثورة وما تسميش تونسي ظهر لي ضد الثورة. نتبعوا احنا توانسة كلنا نتبعوا الثورة هذه، نتبعوا فيها، قاعدين نتبعوا فيها. معناها انت من المبتهجين بالثورة هذه. من المبتهجين بالثورة. اي باهي. والحكومة الجديدة هذه سايمة نحبوا ايش تحب منها واش تأمل منها؟ والله بالنسبة للحكومة الجديدة معناها نعمل منها أنها تصلح لنا وضعياتنا أنا مواطن تونسي بسيط، معناها خدام حزام مبتهج ومرتاح للثورة الكرامة والحرية والتشغيل. واليوم بعد اغتيال المناضل شكري بالعيد، والأهم الوحيد ونفرح حتى عيد. كان ما تقولوا لي شكون اقتل شكري بالعيد، نطلب من السادة الوزراء وكل واحد من موقع. السيد الوزير الداخلية نطلب منه فتح تحقيق جدي في مقتل شكري بالعيد، ونطلب من السيد وزير العدل تشكيل فريق تحقيق كامل للتحقيق في موضوع المناضل الرفيق شكري بالعيد. والسيد وزير التربية نطلب مدنا بكشف أسماء المربين الذين تتلمذ على يدهم شكري بالعيد، والإذن لتلاميذ المعاهد بأداء أغنية حياك بابا حياك بعد أداء النشيد الوطني كل صباح. ونطلب من وزير فلاحة تحديد مكونات أكلة الرفيق والشهيد شكري بالعيد من خضر وبقول وغلال. ونطلب من وزير الصحة قائمة كاملة للكشوف الطبية التي قام بها الشهيد طيلة حياته. وكذلك زاد والله عندي معناها طلب خاص جدا، ومعناها طلب نطلب من اتحاد عام طلبة تونس مدنة بقائمة رفاق الشهيد في النظام، وعلى راسهم سمير العبيدي. ونطلب من وزير الشؤون الدينية الإذن لأئمة المساجد بأداء الدعاء لله تعالى كل جمعة للكشف عن قتلة الشهيد الرفيق وأن يسكنه في الفردوس الأعلى. كمان نطلب من المعارضة وكافة المجتمع المدني مساعدة الحكومة على هذا الملف للخروج من تونس من عنق الدبوسة والحكة عفوا الزجاجة. تعتبر هذه مطالب من أولويات الشعب التونسي في هذه الفترة العصيبة من تاريخ تونس. عاشت تونس، عاشت الثورة. هي انت معناها متفائل معناها بالحكومه الجديده؟ متفائل بالحكومه الجديده اذا كانت تدرس لنا معناها حكومه كامله، اذا كانت تدرس لنا ملف الشهيد. يعني احنا معناها تونس كامله ما استغنانا على القفه، استغنانا على الخبز، استغنانا على كل شيء. هذا كل مش همنا معناها مطلب واحد، كلنا شكري بالعيد، كلنا شكري بالعيد. من قتل شكري بالعيد؟ شكرا سعيمات، بارك الله فيك ويعطيك الصحة، وإن شاء الله في مناسبة بربي معناها يعني أنا نشوف البلاتوات كل شيء واحد معناها ماذا بيا ما كان تعملوا مزية ما تقصوا حتى شيء، لأن صوتي نحب يوصل. ماذا بيا معناها في العهد السابق كان مقص يلعب، ماذا بيا صوتي يوصل، وهذا صوت الشعب التونسي الكل، صوت التوانسة. أنا معناها صحيح يقولوا شكون قال لك تتكلم بتونس، لكن متأكد أن التوانسة الكل معناها استغنوا على كل شيء. انا تشوف في ظروفي معناها تنجم تصور خويا، تشوف في ظروفي وين نعيش، وين نعيش، الفرش بتاعي وكذا وكل شيء، لكن لا ما يسالش هذا كله استغنيت عليه وتحددت. المهم نعرف معناها شكون قتل الشهيد والرفيق شكري بالعيد، وهذا الكل بعد يجي. وبارك الله فيك. شكرا بارك الله فيك. شكرا. بارك الله فيك. تفضل. بارك الله فيك.